السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. نستمروا في سلسلة حلويات العيد، نشارك معكم حلوة اللوز بدون عجين، تجي معلكة ولذيذة وبطريقة سهلة. نشارك معكم من تفسخة اللوز حتى للطريقة العقدة، تجيكم ناجحة واخا تجربوها أول مرة. وغادي نديرو هي كمية قليلة، تقريبا رابعة اللوز هي اللي غادا نستعملو في هاد الحلوة هادي، وتتعطينا تقريبا 22 حبة. المهم تزوق لينا بلاطو نهار العيد مع الحلويات اللي كنا سبق تشاركت معكم. بلا ما نطول عليكم وندوزو للطريقة والمقادير إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. كما سبق لي ذكرت نديرو 250 غرام ديال اللوز، اللي بغا كمية كتر يدير 500 غرام. أنا درت هي كمية قليلة باش داغي نغلب عليها، حيت باقا درت ندير أشكال وحدين أخرين في الحلوة. ها هي 250 غرام. هاد الكمية هادي تعطيني 22 حبة بالضبط، و22 ولا 24 حسبتها بالضبط، ما بين 22 و 24 حبة. أول حاجة غادا نبداو بها، غادا ناخد اللوز، غادا ندير عليه الماء طايب، يعني غندير عليه الماء طايب، ما غادا نغليه ما حتى شي حاجة. بالنسبة للي باغي يجربها أول مرة، حيت لما ربما ملي تبغي تغلي اللوز في الماء طايب يقدر يشرب لك الماء، وإلا شرب اللوز الماء غادي ما تجيش العقدة زوينة. أنا درت ليه فقط الماء طايب. غادا نخليه تقريبا ما بين 3 دقائق 5 دقائق، يعني نقيس اللوزة نلقاها أنها تفسخات ونحيد منه، نحيدو من الماء مباشرة، يعني داغي نزربو عليه، ما نخليوش بزاف في الماء باش ما يشربش لينا الماء. من بعد ما نشوفو دازت تقريبا واحد 5 دقائق، نقلب هكا اللوزة، نلقاها داغي تتفسخ، غنحيدو الخويفات الصفاية هادي ونبقى بالزربة نفسخو باش ما يبردش، حيت إلا برد ليا عاوتاني اللوز ما غاداش تولي باغا تحيد منو القشرة ديالو. ناخد طبسيل ولا بلاطو اللي مهم لا تخليو فيه اللوز ينشف. درت ليه انا غير بابي رولو باش ونبقى نفسخو كامل. والمهم بالنسبه للوز ضروري يبات، يعني اما يبات ليله كامله ولا تقريبا 5 سوايع، خصو ينشف. ملي تقيسيه في يدك تلقايه ناشف كيف بحال اللوز، كيف بحال راه ما قيسوش الماء نهائيا. هذه حتى هي من الاسرار باش ينجح معكم عقده اللوز. انا غادي نخليه ينشف تقريبا ليله كامله، من بعد ما نشف نرجع. هذا هو الشكل ديالو، تيولي ناشف، تتحسي به تتلقايه كيفحال راه كما سبق لي ذكرت ما ناشف كيفحال مشري هكا مفسخ. عندي هنا الهاشوار ولا الروبو هذا اللي عندي، وعندي هنا هاد الطحانة هادي لا تعلك ليا اللوز، وعندي معها قياس تقريبا 125 غرام ديال السكر. ما غاداش نشد اللوز غادا ندير ليه السكر هو الاول، لا، غندوزو في الهاشوار هو الاول، غندوزو في الهاشوار باش نضمن ان اللوز تيطحن ليا كامل، تولي بحال حبة كسكسو. غنوريك الشكل ديالو. عاد غنديرو في هاديك الطحانة اللي غادا تعلك ليا ونزيد عليها السكر. بالنسبة للقياس ديال شوفوا الشكل ديالو، تيولي بحال قرقيوق بحال هكا وتيطحنوا الحبات كاملين. اللي تيبغي يدير كاوكاو اللوز عفوا كونكاسي يدير ليه غير هاد الطريقه، واللي بغى اللوز بودره حتى هو نفس الطريقه تيطحنوا بزاف. بالنسبه للقياس ديال السكر، دائما القاعده الاساسيه اننا مثلا 500 غرام ديال اللوز نديرو النص ديالها ديال السكر، 250 غرام ديال السكر. ولكن دابا انا هنا عندي 250 غرام ديال اللوز رابعه، درت معها تقريبا 125 غرام ديال السكر. غنطحنو مزيان تيولي معلك ويذوب ليا داك السكر مع اللوز. وهداك الساعة غادا نكملو باقي المراحل. تهلك اللوز، شوفوا الشكل ديالو تيولي لك بحال العجينة تقريبا. بالمكونات اللي عندي غنخويه بعدا في هذا البول هذا اللي غادا نخدم به. من بعد عندي هنا عندي تقريبا معلقة كبيرة ديال الزبدة الخاصة بالأكل، ما هي مارغرين ما هي بواطة ما حتى شي حاجة، كنت خرجتها قبل من الثلاجة. عندي المزهر باش نجمع العجين، عندي تقريبا معلقة صغيرة ديال القرفة والمسكة الحرة. بالنسبة للمسكة الحرة تتكون في هاد العلبة هادي، تتباع تقريبا 5 دراهم. تنطحنها تندقها شوية مع السكر كلاصي. انا درتها في هاد عندي هاد ديال الخشب، هي اللي دقيتها مع السكر كلاصي. ونضيف عليها معلقة الكبيرة الجليكوز. بالنسبة اللي بغى يعوض الجليكوز بالكونفيتور، داك المعلك هو الجليكوز هو اللي تيخلينا العقدة تجي معلكة. والزبدة راني سبقت ذكرتها، والمزهر هو اللي باغا نجمع. بالنسبة لعقدة اللوز كاين اللي ملي تيعجنها تطلق ليه الزيت، حنا غادا غير نجمعوها ما غادا تدلك ليها ما حتى شي حاجه. بالنسبه اللي تطلق ليه الزيت يدفي شويه المزهر ويبقى يدلك فيها ويرجع فيها هذاك الزيت اللي طلقات ليه. اما انا دابا هنايا ما غادا نزرب عليها، ما طلق ليا لا زيت لا حتى شي حاجه، هي غادا نجمعها صافي ما غاداش ندلك.
وبالنسبة للي مثلًا جرّب الوصفة جرّبتوا الوصفة وطلقت ليكم الزيت ما تخافوش، غير زيدوا لها شوية الماء زير، بقاو دلكوا في هاد الكوفة مزيان، ديروها في شي قصرية ولا ترجع ترطاب وتجمع هذاك الزيت اللي سبق ليها طلقت. أنا درت تقريبا 2 معالق أنايا كفاتني ديال الماء زهر، غير جمعتها باش تأكدوا منها أنها ناجحة. خصهم ديروا منها بحال هكا، بحال هاد الشكل وتشكل ليكم على الشكل اللي بغيتو. ها نتوما شوفوا ما تتقطع ما حتى شي حاجة. غادا نديرهم أنا على شكل كعبة. هاد العقدة هادي ديروا بها الشكل اللي بغيتو، أنا بغيت نديرها على شكل كعبة. عندي واحد الطابع هذا اللي كنت خدمت معكم الحلويات الهلال، غادا درت ليه السلوفان وغادا نبقى ندير كمية. أنا علاش بغيت ندير هاد الطابع هذا حيت يخرج ليا العدد الحبات مقادين، يعني يجيوني كلهم في نفس القياس، وعندي كنت خديته قبل واستعملته. بالنسبة اللي ما عندوش يدير غير التشكيلة ديال الكعبة العادية ولا يديرهم دايرين شكل دائري. المهم العقدة ها هي وشكلوها كيما بغيتو. نستمر أنا تنكمل هاد العدد الحبات اللي عندي كاملين نفس الطريقة. بالنسبة اللي بغا يستعمل هاد الطابع تحاولوا تضغطوا عليه لداخل باش ما تيكونوش الفراغات الهواء وسط من العجين باش يتشكل لينا نفس الشكل. كنضغط عليهم لداخل مزيان، من بعد عاد ملي تنتأكد أنهم تقادوا كاملين في نفس الشكل تنحاول نقلبهم بطريقة ساهلة داغي تيتقلبوا معانا. ها نتوما شوفوا وتيعطيونا على شكل كعبة ومسربية. هاد الطريقة هادي يمكن لكم ديروهم على شكل سبق لي ذكرت دائري ولا. المهم هي العقدة كاينة وشكلوها كما بغيتو على حساب المقادير اللي متوفرة عندكم. بالنسبة للي ما عندوش هاد الطابع غنوريكم الشكل ديالو. نديروها على شكل حربول ونحاولوا نقادوها، نضغطوا من الجوانب هما الاول ونخلي الوسط شويه غليظ ونقادوه على هاد الشكل هذا كما تلاحظوا. نستمر أنا على نفس الطريقة تنكمل هاد رابعة اللوز اللي عندي. مع هادو هما الشكل ديالهم اللي ملي كملت عندي هنا تقريبا 125 غرام ديال اللوز إفيلي، وعندي هنا بياض البيض. أنا تقريبا درت 2 ديال حبات البيض، حيدت لهم الصفار ولكن راه كفاتني غير بيضة وحدة. بالنسبة لي بغا يدير هاد الكمية يدير غير بيضة وحدة. غنطربو باش نحيد منو ديك الخيوط ديالو وباش يعاوني منين نبغي نديرو في الكعبة ديالنا. عندي هنا البانسو هي اللي نخدم بها. غنحاول غير ندهنها دهنة خفيفة باش يلصق ليا داك اللوز إفيلي. غندهنها غير الفوق ما ندهنوش لتحت، غندهنها من الفوق بحال على هاد الشكل وندير ليه اللوز. نحاول نغلفو به حيت حنا دابا ما دايرينش العجينه، غنحاولوا فقط هذاك اللوز إفيلي هو اللي نغلفو به العجينه. ملاحظه اخرى غادي بالنسبه للي بغى يخدمها ما تحاولوش دهنوا الكميه كامله بالبيض البيض عاد ديروا لها اللوز. ديري تقريبا 4 الحبات ولا 5 حيت الا تعطلتوا على البيض تينشف، وملي غتبغيو ديروا فيه اللوز إفيلي ما غاديش يلصق نهائيا. غنحاول نبقى نخدم انا بالربعه بالربعه ونوصل منين نبغي. ملي تندهن انايا بالبانسو الحبات الكعبه راه تنغسل يدي عاد تنقيسها في اللوز إفيلي باش ما يعذبنيش اللوز والحبات اللوز إفيلي ويلصقوا ليا في يدي. نكمل انا ونستفهم في الطاوة. بالنسبه لهاد الحلوه هذه ديال حلوه اللوز معروف عليها تنشف. ملي غادي نكمل لها انا ملي نكمل هاد الحبات اللي عندي كاملين نخليها تقريبا تنشف شي ساعه باش نتاكدوا ان هذاك البيض لصق عليه اللوز إفيلي ونشف. عاد ندخلوها للفران نفس الطريقه. تنحاول الا بانت لي شي حبه ما لاصقاش فيها اللوز إفيلي تنحاولوا نلصقوها عليها نفس الطريقة. ملاحظة أخرى بالنسبة لطياب الفران، أنا المهم أنا تنخدم تنصايب معكم الكعبة وتنشرح في نفس الوقت. بالنسبة لطياب الفران الكعبة تندخلها الفران بارد. أغلبية الحلويات اللي شاركت معكم تنقول لكم الفران يكون سخون وعافية مهيلة، ولكن لهاد الحلوة اللوز تدخل الفران يكون بارد. كان عندكم فران ديال الكهربائي تتشعلوا الفوق لتحت على عافية مهيلة وتدخلوها لي. كان عندكم فران الغاز كيف اللي عندي أنا، فران الكاس كيف اللي عندي انا تندخلوها لي وتنخليو العافيه مهيله حتى تتحمر من التحت. وريتكم القياس اللوز إفيلي راه بقى ليا ما كملتوش كامل. ندخلوها على عافيه مهيله تتحمر من التحت وعاد نديروها تحمر من الفوق، تحمر تحميره خفيفه من الفوق ونخرجوها. ومنين نخرجوها من الفران ما نقيسوهاش نهائيا، تتكون باقه رطبه. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران، تتكون باقه رطبه. عندي هنا الناباج
نخليوها تتبرد عاد ندهنوها، تولي دافية ماشي تبرد، حيت إلا قصتوها وهي باقا سخونة تلقاوها باقا رطبة، ملي تتبرد عاد تشد فراس. ندهنها بالناباج هذاك تزيين اختياري دهنوها ولا لا، عاد تعطينا واحد اللمعة زوينة وتتخليها رطبة. ومنين بعد ما نكملها نرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي ديالها. نتمنى الوصفة اليوم تعجبكم وتجربوها، راه عارفين لا يغنى عن حلويات اللوز، تتكون لذيذة في المائدة، في المائدة العيد، وتنبغيو نجربوها، ولكن تتكون ملي تيكونوا العجين وفيه بزاف المراحل تنعكزوا عليها، ولكن بهذه الطريقة هذه نفس المذاق وتتكون لذيذة كاع على اللي فيها العجين هذه، حيت ما هي فيها غير اللوز بوحدو، اللوز إيفيلي واللوز في العقدة، هذا هو الشكل ديالها، تتجي معلكة ولذيذة بزاف. نتمنى تعجبكم وصفة اليوم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.